يعني أنا بس بدي أفهم شغلة واحدة بس، شو قلة الثقافة والتهذيب يلي بتوصلك لمرحلة إنه أنت تنتقد طفل وتعيش عليه وتصطنع المثالية على طفل؟ شو النقص اللي أنت عايشه لتدعي إنه أنت مثالي وكتير منيح أمام طفل؟ يا مثقف بعمر ال6 7 سنين ل8 سنين، الطفل كتير بديهي يكون عم بدور على الترفيه، والفن هو إحدى أنواع الترفيه. فكتير طبيعي الطفل يكون بيسمع موسيقى وحافظ غنية وعم بغنيها. شو عم تنقده؟ شو عم تعيش عليه؟ منطقي؟ انت حاس حالك انسان خلوق، انسان مهذب، حاس حالك انه شوفوني انا شو منيح انا لما كنت بعمره. انت شو كنت بعمره على اخلاقك على كبر؟ ما بعرف انت كنت بعمره او بعمره شو كنت عم تعمل صراحه. اخلاقك على كبر ورجتنا شو عم تعمل. فانا كثير بعتذر على هيك الضوء، كثير بعتذر على اللهجه الشديده اللي عم بحكي فيها، ويمكن الطريقه مو اسلم شيء، بس ما فيك تحاكي حدا يعني عم يحكي على طفل ويكب عليه احكام بطريقه اسلم من هيك والطف من هيك. خلينا انتقدني انا قد ما بدك، انا موجود. عود مقصك وعمل بدك اياه وقد ما بدك كب انتقادات، بس اطفال وخصوصا بحفلاتي ما يعني ما راح حاسبهم. وعد راح حاسبهم، بس شوفهم وبس شوف حدا بقى عم ينقد راح حاسبه، ولو بدي احط راسي هيك 3 4 سنين ملاحقه محاكم. بحبكم كتير.